هلا شلونكم؟ بس تو مخلص تمرين تقريبا الساعة 11 بالليل راح يصير. راح اطلع من الجيم ونروح نسوي وجبة بعد التمرين. بس قبلها خل اشوفكم الجيم نظرة سريعة. هذا الجيم. آه. تطلع منه باب ينفتح، فضت راحت. دنيا ليل، اجواء شتوية. اروح السير. السير. اشوفكم هاي الشغلة على السريع. شوف هسه انا واقف بالتقاطع، ماكو احد. اقدر اضرب اشارة واطلع. هسه صارت اشارتي خضراء، خل اطلع. زين، بس شنو؟ ممكن باي لحظة تجيك سيارة شرطة وتوقفك وتروح بيها. فمن تضرب اشارة هنا، الشرطة ما عندهم سماح، يعني اذا لزمك الشرطي ما يسامحك. قبل ينقص من اللايسنس مالتك 4 نقاط ويغرمك $500 ويقول لك يلا روح لبيتكم. فمن الافضل دائما انه تلتزم بالقانون حتى لو انت واقف وحدك، حتى لا توقع روحك بمصيبة وفوقها تخسر فلوس. على العموم هاي شوارع استراليا بالليل. شوف ماكو ولا واحد. هلا وشلونكم؟ هسه رجعت للبيت. هسه الساعة 11:33 دقيقة مساء. بعد ما اكل اخر وجبة راح تكون عندي هنا. هاي 200 غرام لحم مفروم وياها شوية طماطة وبصل، وعندي هنا 125 غرام تمن راح اضيفها عليها واحميهم سوية. فبين ما نسوي هاي، انا ذاك اليوم على واحد من الفيديوهات انسأل السؤال. احد الاخوان قال لي الشخص الجديد اللي داخل للجيم شنو لازم يسوي؟ سؤال كلش حلو حقيقة. ليش؟ لان انا من دخلت للجيم ما كنت اعرف شنو اسوي. مجرد انه كان اكو قاعة نزلت جسر الغدير على اليمين اسمها قاعة المأمون، ما اعرف اذا هي موجودة لحد الان او لا. الموضوع كان بسنة 2003. رحت سجلت بالقاعة والمدرب كتب لنا كورس وروح اتمرن. لا يعلمك شنو لازم تتمرن، لا يعلمك شلون تلزم البار، لا يعلمك شنو تاكل، كل شيء. طبعا الموضوع كان له تاثير، صارت اصابات وصارت كذا ونتائج ماكو، تطور ماكو وغيرها من الاشياء هاي. بالاضافه لانه احنا كنا عرضه، لانه احنا كنا صغار بالعمر. انا كان عمري 16 سنه من سجلت بالقاعه. كنا عرضه للتجار المنشطات، اللي هذا يجي يقول لك تعال خذ لك حبايه، وهذا اللي يجي يقول لك تعال خذ لك ابره، ومن هالحكي هذا. فالمهم بالنسبه لك، اذا انت او حتى انت، اذا انت او انت مثل ما قلنا تريدون تدخلون جيم حتى تتمرنون، حتى تزيدون وزن، حتى تنقصون وزن، مهما كان الهدف. اذا ما عندكم اي خبره من الموضوع، حاولوا انه تستثمرون تعليم نفسكم بالاول. اليوتيوب حقيقة به هواية قنوات مفيدة، هواية ناس يعلموك شنو تسوي من ناحية شلون تحسب الأكل حسب الهدف مالتك، إذا كان وزن زيادة وزن أو نقصان وزن. وثانيا أو التمارين شلون تتمرن، شلون تسوي كارديو، ينطوك معلومات كلش زينة. إذا أنت إنجليزيتك زينة، أكو ناس يعني مدربين أجانب مفيدين جدا. أو إذا أنت انجليزيتك مو زينه وتريد تتابع ناس عرب او عراقيين، هم موجودين هوايه، امثال رامي غيث وعبد الوهاب شقير وعبد الحميد دشتي وغيرهم. يعني عندنا هوايه مدربين احنا بالوطن العربي. فاول شيء علم نفسك شنو لازم تسوي، شلون لازم تاكل، شلون لازم تتمرن، شلون لازم تسوي كارديو وهالاشياء هاي. اذا انت ما تعرف اي شيء او اذا انت ما تعرفين اي شيء، اختصر الطريق. اذا عندك فلوس خلي لك مدرب، وخلي لك مدرب يكون فاهم. لا تروح على شعيط ومعيط مجرد انه هو عنده عضلات ويتمشى بالقاعه ويطلع لك البايسبس مالته مسوي صدره هيك، تروح تدفع له فلوس ويكتب لك كورس ويبيع لك منشطات ويقول لك خذ هذا البروتين وخذ هذا الكرياتين وهو ما يعرف ايش يسوي. فحاول انه تاخذ مدرب يكون فاهم باللعبه. انا بالنسبه لي اشتغلت ويا 3 اشخاص، اشتغلت ويا محمود الدره، اشتغلت ويا كابتن فيصل الشيخ خزعل، واشتغلت ويا رامي غيث. هذول كانوا 3 اشخاص انا اشتغلت وياهم مفيدين ويعرفون ولهم باع طويل باللعبه.
ثانيا اهتم باكلك، الاكل هو كل شيء. اني هواي صرفت فلوس على المنشطات، على المكملات. أه كنت يعني حقيقة اصرف فلوس بالهبل، هذا المكمل وذاك المكمل والكرياتين والالكارنتين والبروتين باودر والتستوستيرون بوستر، وكلها ما اشتغلت، كلها ما فادتني، وكلها ما لها اي داعي. المكمل الوحيد اللي انت ممكن تشتريه هو البروتين باودر والكرياتين والبري وركات، المكمل الطاقه. هذين الثلاث مكملات الوحيدين اللي انت لازم تشتريهم. واذا انت تاكل، عندك امكانيه انه، او مو عندك امكانيه، عندك القابليه انه تاكل وجباتك، ما تحتاج البروتين باودر. ممكن جدا ان تشتري الكرياتين ومكمل الطاقه بس، خلاص. انا من كنت العب يم رامي غيث، الرجل كتب لي كورس تغذيه بدون مكملات، مجرد انت تاكل 5 وجبات باليوم توصل للنتيجه. وبالفعل اكلت 5 وجبات باليوم، التزمت، وصلت النتيجه. المكملات اسمها مكملات تكمل غذائك. اذا انت تقدر تاخذ احتياج جسمك من البروتين عن طريق الاكل، ماكو داعي تاخذ بروتين باودر. ممكن ان تاخذ كرياتين، لانه الكرياتين يحتاج لك تقريبا 5 غرام باليوم. 5 غرام باليوم مستحيل انه انت تجيبها من خلال اللحوم الحمراء، لازم تاكل كميات كلش كبيره. فاشتري كرياتين افضل، مفيد لك، يفيدك، يساعدك، يعطيك طاقه حتى انت تدفع اوزان. ثالثا حاول انه تبتعد عن طريق المنشطات. المنشطات ابد ما حتفيدك الا اذا انت ناوي انه تصير لاعب كمال اجسام محترف، ناوي انه انت تسوي بطولات، ناوي انه انت توقف على الستيج. ذاك الوقت فكر بهذا الطريق. اذا انت تسوي هذا الشيء فقط حتى تفيد نفسك، حتى تكون صحي، حتى جسمك يكون حلو، حتى صحتك بصوره عامه تكون زينه، ابتعد عن هذا الطريق. ابد ابد ما لها داعي. اللعبه لعبه صبر، لعبه ممارسه. اعتبر روحك انه انت مفتح مشروع. من تفتح مشروع مو بيوم وليله راح ينجح هذا المشروع، لا، ياخذ فتره طويله، يراد له شغل، يراد له، يعني انا اللي اعرفه واللي تعلمته من خبرتي بهالحياه، انه انت من تفتح مشروع لازم تكسر ظهرك بالمشروع حتى تنجحه. اعتبر الرياضه همينه نفس الشيء. من تروح تسجل بالقاعه ما راح تنجح او ما راح توصل للنتيجه خلال شهر وشهرين. تذكر اذا انت وزنك عالي، مثلا اذا انت خلينا نقول وزنك 100 كيلو وعمرك 20 سنه، فانت 20 سنه تجمع بهال 100 كيلو، مستحيل راح تخسرها بشهرين. هذا الشيء مستحيل يصير. فانطي الموضوع وقت والصبر والشغل، زين. التزم باكلك، بتمرينك، بالكارديو، بالنوم، بالمي، وحتشوف نتيجه. مستحيل ما تشوف نتيجه، زين. هاي كانت الاشياء اللي انا ممكن افكر بيها، زين، ممكن تفيدك انت كمبتدئ بالجيم. باكر جتني فكره ببالي انه راح اسوي فيديو اعلمك شلون تاكل 200 غرام بروتين باليوم، وبعدها راح اعلمك شلون تاكل 2000 سعره حراريه باليوم، او كذا كذا كذا. راح اعطيك فيديوهات تعليميه. فاذا انت حاب الموضوع اشترك بالقناه، واذا عندك سؤال همنا اتركه بالتعليقات حتى انا اجاوبك عليه. انا كل اللي دا اجاوبه من واقع خبرتي الشخصيه، من واقع تعاملي مع مدربين، والمدربين اللي تعاملت وياهم ما كانوا اي مدربين، لا، مدربين فاهمين باللعبه. وبس تذكر انه انا مو لاعب كمال اجسام، مثل ما تشوف انا جسمي اعتيادي، انا مجرد شخص يلعب يتمرن حتى يكون صحي، لا اكثر ولا اقل. انا راح اكمل هاي الوجبه وراح اشوفكم شلون تصير. وشغله ثانيه نسيت احكي لك بيها، اشتري لك ميزان. بدون الميزان، بدون ما توزن اكلك، ما راح تشوف نتائج. لانه المدرب من يكتب لك، المدرب اللي يكتب لك كورس غذائي ابو صدر، نص صدر دجاج ونص رغيف عيش وثلاث معالق تمن، هذا ابتعد عنه. اعرف انه هذا الانسان ماشي على ما وجد عليه ابائنا واجدادنا. المدرب اللي يفتهم يكتب لك بالغرامات، 100 غرام تمن، 150 غرام دجاج، 100 غرام شوفان، سكوب بروتين، وكذا، بالغرامات بالمليم يعطيك اياها. هذا المدرب اللي يعرف له اللي ينطيك حسب احتياجك من السعرات، حسب احتياجك من البروتين والكارب والفات. النقطة الثالثة جت ببالي هسه، البروتين الدايت اللي اني شفته احسن دايت واللي يفيدني واللي نطاني نتائج، هو الدايت اللي يكون عالي البروتين، معتدل الكارب، وقليل الفات، زين. فانت بالبدايه باعتبارك انه انت جديد، حاول انه تجرب على روحك، شوف شنو من دايت يفيدك، يعطيك تغيرات،
بروتين معتدل، كارب عالي، فات قليل، وهكذا الى ان انت تشوف جسمك شنو يتقبل، لان كل جسم يختلف عن الثاني. على العموم هاي الوجبه صارت زين، خليتها ماعون بلاستيك لوش، لان الساعه 12 بالليل مالي خلق اغسل مويه. فايش راح نسوي؟ راح نخلي عليها شويه خردة حتى طعمها يصير اطيب. الخردة سعراتها كلش قليلة فما ينخاف منها. راح نخلي عليها شوية صلصة حارة، شوية هاي. وبالإضافة لهذا راح نشرب وياها بيبسي ماكس. هذا كان كل شيء في فيديو اليوم. باكر إن شاء الله فيديو راح أعلمك شلون تاكل 200 غرام بروتين. إذا الفيديو عجبك سوي لايك، اشترك بالقناة، وإذا عندك أي سؤال خليه بالتعليقات. في مالك.